مرحبا، شلونكم حبايبي؟ شخباركم؟ اليوم راح نعطيكم وصفة حلويات سريعة وطيبة جدا وجديدة طبعا. هاي عندي عجينة مال باف، يعني تجي مثل الرولة. ذوبتها، يعني قصدي كانت دايبة وقطعتها وسويتها بالفرن مثل الكاهي صارت. وخليتها تبرد، وهسه سويت حلاوة الشعرية، أحمص الشعرية وحطيتها الشكر، تعرفوها نزلتها بالقناة. وطبعا إلى أن تستوي وتنشف الشكر حسب الكمية، وشوية لمن دوزي. وهنا أنا ضبطت الصينية، وبعدين حطيت عليه شعرية ورا ما استوت بهذا الشكل. وبعدين جيت سويت الكاستر تحطون كاستر، شوية حليب، شوية فانيلا، وتحطوه فوق طبلة، وهذا شكل نهائي. طبعا بعدها تحطوه بالثلاجة وألف ألف عافية. وأكلة كان كلش طيبة، تعجبكم حبايبي المشاهدين. بعدين جيت سويت كعك أو سمسم، اللي هو هذا يعني حطيته هم بالقناة موجود، تقدرون تشوفوا أصدقائي. وبعدين هذا شكل الصينية مالتي اللي استوت، وراح إذا تحبون تدوروا بالقناة موجود. طبعا المقادير كلها موجودة، بس بالأمانة أنا سويته هنا مو بالبيكنج باودر. وسويت هنا فطور سريع، هذا مال قبل يوم، اللي هو هاي نواشف وكباب، باذنجان، شوربة. الحمد لله وشكر، كل شي خير من الله، نعمة والحمد لله وشكر. إن شاء الله الله يتقبل منكم صيامكم وطاعاتكم. بعدين أنا طماطم، فاصوليا، طبعا نزلت لكم عدة أيام بفيديو واحد. هنا طماطم قلاية وفاصوليا، والحمد لله والشكر كبة. يعني رمضان الحمد لله حلو كان، ودائما حلو. هنا سويت حلاوة شوكولاتية، اللي هي مقاديرها كوب طحين، كوب حليب، وكوب دهن، بالإضافة إلى الشيرة والهيل. الشيرة اللي هي كوبين شكر واحد ماء، سووها وبعدين تحمسوها تحطوها، هذا شكلها النهائي. وطبعا جدا طيبة أصدقائي، جربوها راح تعجبكم. وهذا البارحة، هذا مال البارحة كان، اللي هو همين سويتها شلون صينية قبل كم يوم. كانت يعني هذا تمين عليه قص دجاج ولحم، بالإضافة إلى الكباب. وهنا هاي مال شوكولاتية صبيتها همين أيضا، حطيت عليها فستق أخضر. وآخر شي اللي هي سويت همين كعك أو سمسم مرة ثانية. وإن شاء الله يعني أنزلكم وصفات جديدة وأكلات جديدة راح تعجبكم دائما. لا تنسوني بلايكاتكم الحلوة وتفعيلكم للجرس واشتراكاتكم. وهنا سويت طبعا هذا الشرك بالتمر، وهمين يعني أنا مصورته بالقناة موجود، تقدرون تشوفوه، كلش طيب. وتقدرون تستفادوا منه بالريوق، بالسحور، بالعصرية، يعني بعد رمضان إن شاء الله. سهل التحضير وجدا رائع. تحياتي لكم، وباي باي، مع ألف ألف سلامة.